علاش تشريهم ب 20 درهم الحبه وانت غتصيبيهم غير في الدار بكاس ديال اللوز فقط. غنوجدوا هاد الحشوه هادي اولا هاد الكريمه هادي ديال اللوز اللي غنعمروا بها لي كرواسون. هنا كناخذ كاس ديال اللوز. انا هنا كندير اللوز بقشورو كيعجبني بهاد الطريقه هادي. تقدروا تزولوا ليه القشره وتنشفوه عاد طحنوه. انا هنا ضفت عليه نص كاس ديال السكر. كنطحن كلشي حتى كنحصل على هاد الخليط هذا شويه. هنا كندير 2 ديال البيضات ومن بعد كنضيف عليهم هنايا 90 غرام ديال الزبده تكون على الحراره ديال المطبخ. هنا كنضيف واحد الساشي ديال الفانيليا. صافي كنخلط كلشي مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد هنا كنضيف داك الخليط ديال اللوز كيف ما كتشوفوا انا ما طحنتوش بزاف كيعجبني هكايا. وصافي كنعاود نخلط كلشي مزيان. هنايا خديت 10 د الحبات ديال الكرواسون العاديين. انا صراحه هنايا غير شريتهم ولكن تقدروا تدخلوا لاباج ديالي الا بغيتوا تصوبوهم في الدار. عندي ديجا الوصفه في لاباج. صافي هنا كنقسمهم هكايا كنقطعهم من النص. كنسقيهم هنايا بملعقه ديال الحليب من الداخل وعاده كندير الحشوه من الداخل. انا هنا درت تقريبا ملعقه ونص ديال الحشوه اولا ديال الكريمه ديال اللوز. وكنعاود عاوتاني ندهنهم من الفوق بنفس الطريقه بنفس الحشوه ديال اللوز من الفوق هكايا باش يجيوني مقرمشين من الفوق. صافي كنبقى على هاد الطريقه هذه حتى كنعمرهم كاملين. يعني جاتني ديك الحشوه نيشان عمرت بها 10 ديال الحبات ديال الكرواسون. هنا كندير لي زاموند ايفيلي من الفوق كندخلهم الفران اللي درتو على 160 درجه لمده ديال 15 دقيقه دغيا كيطيبوا. وصافي هنا كنرش عليهم السكر كلاصي من الفوق وكنقدموهم الصراحه بهاد الطريقه هذه والمذاق ديالهم كيجيو لذاذ بزاف. فيهم ريحه ديال اللوز كيجيو واعرين بزاف وديك الكريمه كتذوب صراحه. وبصحه والراحه ما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله.